وجهة نظري مفيش بياع بيقدر يحقق نجاح طويل المدى وهو عنده مشاكل في الاتيتيود بتاعه. تمام. فمثلا شخص سلبي مثلا، او شخص مش سيلف ديبندنت مثلا، ما بيعرفش، دايما معتمد على غيره، دايما عنده مشاكل في السلوك بتاعه، في البيهيفير بتاعه، في وجهة نظره، في الناس وفي العميل وفي نفسه. كويس. الشخص ده عمره ما يحقق نجاح طويل المدى. ممكن زي ما كنا لسه بنضرب مثال، يحقق نجاح في بيئة معينة، في شركة معينة، في سيزون معين، في منتج معين، لعميل معين، في يعني عوامل كتير جدا. لكن الشخص ده مش هيحقق نجاح طويل المدى. كويس. فنرجع بقى للنقطه حضرتك كنت بتتكلم عنها، ان انا بقى كسيلز مانجر او كاتش ار مانجر، لقيت قدامي ريكورد، لقيت قدامي ارقام مبيعات. طيب السؤال بقى هنا، الارقام مبيعات دي كان مين اللي بيحققها؟ هو ولا الشركه اللي شغال فيها؟ هو ولا المنتج اللي كان بيبيعه؟ تمام. فالنقطه دي هي اللي بتخليك تعرف تقيم فعلا. طيب السؤال بقى هنا، هتقولي طب ما انا مالي؟ ما في بعض المديرين المبيعات او اصحاب الشركات كمان يقول لك انا مالي، انا عايز بقى ارقام. هقول لك للاسف لا، مش ده الصح. لان الشخص ده لو اتعرض لاي ظرف مختلف عن البيئه اللي كان فيها، مش هيحقق النجاح.